السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم جيت جبت لكم واحد الوصفة اللي الكل كيدبر عليها او يدور عليها، واخا كتكون عندهم ما كتكونش ناجحة. واليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي الا عملتوها بحال الا جبتوها من برا، كيف ما كنقولوا حنايا نعيو نعملوها ما تجيناش بحال ديال برا. اليوم جبنا الوصفة ديال برا ان شاء الله، او ديال الشارع. بسم الله. انا عندي 250 مليلتر ديال الماء عادي، عندي 150 غرام ديال الفرينه، وعندي كتر بنصف كاس ديال العنبه ديال مايزينا، وعندي فانيلا، 2 معالق كبار ديال السكر مع مرينش، ورشيشه ديال القرفه. الا بغيتو تبدلوها شويه بالنافع، طريقه ديال النافع او البسباس ممكن، و50 غرام ديال الزبده. هنايا الا بغيتو تعملوا الزيت تعملوا، فالا عملتوا الزيت ما غاديش تجيلكم الوصفه ناجحه كيف ما غادي تعملوا الزبده. يعني الزبده غادي تخليها مقرمشه اكثر من الزيت. وهنا عندي واحد الجايب اللي ضروري يكون هكذا، يعني ما يتقطعش لينا، يكون سيليكون ولا المهم يكون صحيح، واحد لابوش بحال هكذا اللي ما غليظ بزاف ما رقيق. وفي واحد الكاسروله كيف ما لاحظتوا معايا غادي نعبر معكم بالكاس ديال العنبه اللي ما عندوش الميزان. عندي كاس ديال العنبه ونصف، كاس ديال العنبه ونصف ديال الماء. غادي نحط عليه 50 غرام ديال الزبده اللي هي 2 معالق ما عامرينش بزاف كبار، و2 معالق كبار ما عامرينش بزاف ديال السكر، ورشيشه ديال القرفه ماشي بزاف، وفانيلا. وغادي نحطهم على نار غير يذوبوا. الغليه الاولى غادي نحيدوه، ما نخليوش تتشرب، غير الغليه الاولى حيدناه من بعد ما تجانست العناصر ديك القرفه ودوك الحوايج الاخرين، ما نخليوش تتشرب لينا. هنا عندي الملحه تزلعات ليا، غادي نخلطها مزيان في الدقيق الابيض، وحتى الدقيق غادي نعبروه كيف ما عبرنا الماء بالنسبه اللي ما عندوش الميزان. غادي نحط الكاس الاول ديال العنبه، ونصف كاس الثاني كيف ما لاحظتوا، كاس ونصف ديال الماء وكاس ونصف ديال الدقيق الابيض. وحتى المايزينا غادي نعبرها واحد الملعقه هكذا عامره بهذا الشكل هكذا. 3 ديال المعالق كيف ما لاحظتوا، باقي شويه في الكاس. 3 ديال المعالق يعني ماشي عامرين تتزلعوا وماشي ممسوحين. غادي نبدي نخلط مزيان بواحد الملعقه خشبيه، ضروري تكون ملعقه خشبيه باش تساعدنا وما تخليناش دوك الكويرات او دوك الكتل ديال الدقيق. فمن الاحسن غربلوا الدقيق في هذه المرحله هذه فوق من داك السوائل هادو اللي كانوا في الكاسروله ديريكس، غربلوا فيها هذيك الفرينه وهذيك مايزينا، احسن ما يبقاو لكم الكتل وتضلوا تخلطوا. كنخلطوا بهذا الشكل هذا، كنديو فيه ونردوه هكذا بحال الا كان معسوح، باش كامل هذوك الكويرات او دوك الكتل ما يبقاوش لينا. وغادي نعمرو في الجيب ديالي. هنا عندي واحد بلاستيك غذائي، غادي نحطو على سطح العمل، اللي غادي نحط فوق منه الاصابع ديال زلابيه البنان او الزلابيه الطويله كيف ما كنقولوا لها في الجهه ديال الشرق. هاد الزلابيه هذه مشهوره عندنا ونعياو نخدموها في المنزل، ما كتجيناش كيف ديال الشارع. واليوم جبنا هاد الوصفه هذه ما عندها حتى شي فرق مع ديال الشارع، وصفه حقيقيه كيف ما اللي كنشريو من برا. وكنبديو نعملو بحال هكذا في الطول اللي بغينا، او نديروها دائريه ولا المهم كيف ما بغينا. وفاش كنكملوا الشريط ديالنا او الاصبع ديالنا بحال الا كان نمعسو باش نقطعوه. انا هنايا درتهم ما كبر ما صغار، يعني في الاخير جبت لي واحد 30 حبه تقريبا، يعني ما كبار ما صغار في حجم متوسط. وغادي نكملهم هنا. من بعد ما كملتهم كاملين كيف ما شفتوا، عندي العسل. بالنسبه للعسل خص ضروري، هذا هو السر الاول، السر الثاني عفوا، يعني شفنا ديال الزبده ماشي ديال الزيت. والسر الثاني هو العسل خصو ضروري يكون قاصح او مجموع بحال هذا الشكل هذا، ما يكونش سائل باش ما ترطابش لينا
وتجي النار رطبه. هنا الزيت من بعد ما سخن، ضروري ما يكون الزيت غزير، انا هنا غادي عاد نزيد وغادي يسخن مزيان. فمن الاحسن الا كانت عندكم شي كاسروله يعني ماشي كبيره بزاف وماشي ضيقه، عملوا فيها الزيت باش فاش تحطوا هاد الاصابع هادو يعني يغرقوا كاملين في الزيت وما يتغير لهمش الشكل الا كانوا غارقين في الزيت، يعني يبقاو هما ما يعواجوش. ضروري ما تكونش الزيت قليله، الا كانت الزيت قليله غادي يعوجوا لكم ويتخسر لهم المنظر ديالهم. وكنبدي بحال الا كنفرقهم هكذا بواحد الفرشات كيف ما شفتوا. غير تبدي تاخذ لينا اللون الاحمر وحنا كنبديو كنقلبوا فيها، ما غاديش نريضوا في التقلاب. هذا هو الطياب ديالها، هي كطيب وانتي كتقلبي حتى تاخذ داك اللون اللي غادي نحيدوه فيها. ضروري من التقلاب ما نريضوش باش ما تاخذناش اللون الاحمر من التحت اكثر من الفوق وما يجيناش المنظر ديالها زوين. من بعد ما خدات هذا اللون هذا ما نخليوهاش تزيد كتر، الا خليناها زادت كتر غادي في العسل تزيد تاخذ لون احمر غامق وما غاديش تجي مزيانه. فمن الاحسن غير هذا اللون يعني بزاف عليها وغادي نحطوها في العسل وما غاديش نحيدوها حتى طيب لنا الثانيه عاد باش نحيدوها، هي تقريبا الطيب الثانيه عاد باش نحيدو هذه من العسل. وهذه الزلابيه ديال البنان من بعد ما وجدات وبردات قليناها وبردات، كيف ما لاحظتوا العسل فاش كتكون قاصحه كتقبض عليها وكتبقى تبري، يعني ما كتدخلش فيها بحال السيرو وتخليها غير ترطب. انا عملت العسل اللي عملت معكم في الحلقه الماضيه، يعني كيف ما قلت لكم في الحلقه الماضيه العسل كاين بعض الحلويات اللي كتبغي العسل يكون قابض راسو بزاف، وكاين الحلويات اللي معليش واخا كانت العسل شويه سائله معليش. فانايا هنايا شديت هذيك العسل ديالي كيف ما عرفتوا. هذا الزلابيه هذه قلت لكم باللي كتبغي العسل ثقيله بزاف، شديتها المهم حطيتها في واحد الاناء يعني خاص بالطبخ ودرتها فوق النار لمده دقيقه. من بعد ما غلات وحيدتها فيلا وخليتها حتى بردت. فإلا شفتوها يعني جات قاصحه بزاف العسل حلوها بواحد الملعقه ديال الماء لا اكثر. الا درتو اكثر بملعقه ديال الماء غادي هي العسل كتذوب غير بملعقه ديال الماء، ما تزربوش عليها وتحطوا فيها الماء بزاف. نتمنى تكونوا فهمتوني. لان هاد الزلابيه ديال البنان كتبغي العسل ثقيله ماشي بحال الشباكيه الاخرى. اي نوع ديال العسل يعني من الاحسن يكون شويه خفيف، هذه لا. ومن الاحسن نعطيكم عاوتاني واحد السر اخر، الا بغيتو الزلابيه تكون فيها ديك الرائحه وداك الذوق اللي كناكلوه من برا، كيف ما لاحظتوا شحال من خطره كنديروها في الدار وكنقولوا واخا جات لنا في الشكل زوينه واخا جات لنا ناجحه وجات مقرمشه ما جاش فيها داك الذوق اللي كناكلوه برا. فهذيك كيطيبوها في الزيت يكونوا طيبوا فيها الشباكيه عفوا والمقروط، وكيطفيوها في العسل اللي يكون داروا فيها المقروط والشباكيه. فانا هنايا عملتها بالعسل، كنت عملت فيها يعني خلطتها مع العسل، كنت عملت فيها شباكيه من قبل ديك اللي عملتها معكم وقليتها في الزيت ديال الشباكيه. فغادي تكون عندكم 100% والذوق ديال برا. وغير تبعوا هاد النصائح وديروا كيف ما درت انا، ديروا الشباكيه ولا المقروط عادوا عملوها هي موراه، راه والله العظيم غادي تحصلوا على الزلابيه ديال برا. وغادي نحل لكم وحده تشوفوا كيفاش جات من الداخل. جات مقرمشه وناجحه كيف ما لاحظتوا، العسل داخل حتى من الداخل وخدات اللون ديالها حتى من الداخل. فهذا المنظر ديالها هكذا فاش نحلوها هكذا هي اللي كنعرفوها بانما الزلابيه ديالنا او زلابيه البنان ناجحه و100%. وانا غادي نخلي معكم حبه في الفيديو الجاي ان شاء الله، واخا كانت وصفه مغايره غادي تشوفوا معايا ديك الحبه كيفاش بقات، واش بقات مقرمشه ولا لا. راني مخليه معكم حبه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.